مشهوره زي حي جرينويش وحي نوتنج هيل وحي كمان اسمه هولاند بارك. في المركز الثاني تيجي مدينه هونج كونج في الصين، واللي بتضم اكبر عدد من ناطحات السحاب في العالم، وتعتبر من اهم المدن الاقتصاديه في العالم كله. وكمان فيها ميناء هونج كونج الشهير جدا بتداول الحاويات وحجم التجاره المهول فيه على مدار السنه. وهناك تقدر تشتري شقه يا دوبك مساحتها 21.3 متر مربع في احياء زي مونج كونج وحي تسين شاتسوي وحي اسمه تايو، واعذروا نطقي لان الصيني صعب جدا عليا. في المركز الاول بقى تيجي مدينه موناكو، وهي في الحقيقه تعتبر اماره منفصله عن فرنسا، ولكن فرنسا بتحوطها من 3 جهات، وبتبعد حوالي 16 كيلو متر بس عن ايطاليا. ويعتبر الناتج المحلي للفرد في موناكو هو الاعلى في العالم، ومساحتها صغيره جدا جدا حوالي 2 كيلو متر مربع تقريبا. وهناك تقدر تشتري شقه 14.6 متر مربع، وهيكون سعرها برضو $1,000,000. بس كده يا سيدي، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اتمنى تدعموني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا ليكم. سلام.